يلا بينا يا شباب نكمل الجزء الثاني النهارده من المنادى المعرب. خلصنا المنادى المبني اتكلمنا عنه. يلا بقى ناخد المنادى المعرب اللي هو 3 انواع. صلى على رسول الله. في البدايه يا شباب اول نوع عندنا، او بقول لك ايه، ما تيجي اديك نوعين كده في السريع تدعي لي. بص يا باشا، عندك نوع اسمه الشبيه بالمضاف، وعندك نوع اسمه النكره الغير مقصودة. هلعب لك لعبة سهلة والخص لك الاتنين واريح لك دماغك. الشبيه بالمضاف قال لك المنادى هيبقى عليه تنوين او جاي في اخره ياء ونون، وقال لك برضو النكرة الغير مقصودة هيبقى عليه تنوين او جاي في اخره ياء وايه ونون. امال الفيصل في الموضوع يا جيني، الفيصل بكل بساطة ان ده هتحط نقطة كده حلوة مش هيكون جملة، اما ده هتحط نقطة حلوة هيكون جملة. ازاي يا جيني؟ صلى على رسول الله. لو انا جيت قلت لك يا طالبا مثلا للعلم اجتهد، يا طالبا للعلم اجتهد، المنادى اللي عندي هنا يا شباب عليه تنوين، احط نقطة، ادي النقطة، اقرأ الجملة اللي بعديه للعلم اجتهد. في جملة اسمها للعلم اجتهد؟ قال لك لا، يبقى عليه تنوين ما كونش جملة، يبقى في الحالة اللي زي دي نوعه ايه؟ قال لك شبيه بالمضاف. طب انا لو جيت قلت لك يا طالبا، شفت بالروح الوطنية اللي انا عاملها لك دي؟ يا طالبا، ماله بقى؟ اجتهد في دراستك. يا طالبا عليه تنوين، حطها في دماغك، عليه تنوين اخره ياء ونون، يا شبيه يا غير مقصودة، ما كونش جملة شبيه بالمضاف، كون جملة نكرة غير مقصودة. يلا بينا نصلي على رسول الله. حطيت نقطة بعد المنادى بقرأ الجملة اجتهد في دراستك، جملة ولا مش جملة؟ قال لي جملة، يبقى في الحالة اللي زي دي ده نوعه نكرة غير مقصودة. مثال تاني، اما اقول لك ايه؟ يا عاملين بالشركة اجتهدوا، واقول لك ايه؟ يا عاملين بالشركة، او بلاش بالشركة هنا، اجي اقول لك ايه؟ يا عاملين اجتهدوا في عملكم. ادي المثالين، انيو الشبيه وانيو النكره غير مقصوده. صلى على رسول الله. يا عاملين اخرها ياء ونون، ايوه، يا شبيه يا نكره غير مقصوده، احط نقطه، اقرا بالشركه اجتهدوا، بالشركه اجتهدوا، دي جمله يا راجل؟ جدع على مش جمله، صح والله، والله ما جمله اهو. يبقى نوعه ايه؟ شبيه بالمضاف. طب يا عاملين اجتهدوا في عملكم اخره ياء ونون، هيجي في دماغي على طول اخره ياء ونون، يا شبيه يا غير مقصوده. اجتهدوا في عملكم، جمله ولا مش جمله؟ جمله، يبقى في الحاله اللي زي دي نكره غير مقصوده. صلى على الحبيب النبي. سواء شبيه او نكره غير مقصوده، الاثنين يا بابا بيبقوا منصوب، تنوين يبقى فتحه، ياء ونون يبقى بالياء، وابقى كده ضحكت عليك وخلصت لك الشبيه والنكره غير مقصوده. نراجعوهم واحده واحده كده، وقرب معايا وتعالى لي يا باشا. قلنا الشبيه او النكره غير مقصوده الاثنين عليهم تنوين او اخره ياء ونون. طيب اللي يكون جمله يبقى غير مقصوده، واللي ما كونش يبقى شبيه، والاثنين منصوبين. يعني ده يعرفوا ايه؟ منادى شبيه بالمضاف منصوب بالفتحه عشان في تنوين. طب هنا منادى شبيه بالمضاف منصوب بالياء عشان اخره ياء ونون. طب هنا منادى نكره غير مقصوده منصوب بالفتحه. طب يا عاملين منادى نكره غير مقصوده منصوبه بالايه؟ بالياء عشان اخرها ياء وايه؟ ونون. ويبقى كده شباب خلصنا الشبيه وخلصنا الغير مقصوده،
بالفكر وتشغيل الدماغ، مش بحفظ القاعده وخلاص. اراجع تاني، عليه تنوين او اخره ياء ونون، بس ما يكونش جمله. نكره غير مقصوده لازم تكون ايه؟ جمله. فهمتوا حاجه؟ انا عن نفسي فهمت. يلا بينا صلى على رسول الله. ناخد دلوقتي بقى يا شباب اخر نوع عندنا من انواع المنادى، المضاف. ايه قصته بقى المنادى المضاف ده يا شباب؟ ركز بقى معايا. قال لك المنادى المضاف ده حبيب اول حاجه كده حضرتك هتلاقي المنادى عادي يلا بينا يا شباب ناخد بقى المنادى المضاف. قال لك المنادى المضاف بكل بساطة لحالات. أول حالة إن المنادى هيبقى كلمة نكرة وجاي بعدها كلمة معرفة. المنادى كلمة إيه؟ نكرة وجاي بعدها كلمة إيه؟ معرفة. عشان كده كنا بنقوله دايما نكرة ومعرفة يدينا مضاف إليه. زي إيه؟ لما أقول لك إيه؟ يا طالب العلم اجتهد. يا طالب العلم اجتهد. لو ركزت معايا هتلاحظ وهتلاحظي ان ده المنادى صح؟ ما فيهوش الف ولام يبقى كلمه نكره. الكلمه اللي جايه بعديه فيها الف وايه؟ ولام يبقى كلمه معرفه، يبقى نكره ومعرفه هيدينا نوع المنادى ايه يا جماعه؟ مضاف. تمام؟ طيب مستر مؤمن عايز طريقه تانية. تعالى يا عم اهو هتلاقي منادى ما فيهوش الف ولا ولا تنوين ولا ياء ونون وما بيكونش جمله بعديه. اما اقول لك ايه؟ يا عامل ماله المصنع اجتهد. يا اداه نداء، عامل منادى، صح كده؟ هل المنادى فيه الف ولام؟ قال لي لا. في تنوين؟ قال لي لا. طب في ياء ونون؟ قال لي لا. حط نقطه. ها اقرا الجمله. المصنع اجتهد مش جمله، يبقى برضو نوعه ايه؟ مضاف. يبقى عندك الطريقه دي بتاعت النكره والمعرفه، وعندك الطريقه الثانيه بتاعت المنادى ما فيهوش الف ولام وتنوين ولا ياء ونون. انت حر في حلك، الاثنين صح يا باشا واشتغل بيهم مفيش ادنى ايه؟ مشكله. بس انا ارجح دي طبعا الطريقه دي عشان بتوقعنيش في اي اخطاء ان شاء الله. طيب الحاله الثانيه من المنادى المضاف ان يكون المنادى اسم انسان بس من مقطعين. ازاي؟ يا عبد الرحمن، يا عبد الصبور. ما هو عبد الرحمن وعبد الصبور اسم انسان بس مكون من كم مقطع؟ مقطعين. يبقى اذا عبد هي المنادى المضاف. هي المنادى ايه يا شباب؟ المضاف. تمام كده؟ طيب الحالة رقم 3 في المنادى المضاف أن يكون المنادى يا شباب، ركز معايا فيها كويس قوي. ماله بقى مستر مؤمن؟ قال لك أن يكون المنادى هنا خلي بالك منه قوي، ممكن يبقى آخره ياء ومثنى أو جمع. يعني لما أقول لك إيه؟ يا طالبي العلم اجتهدا. يا طالبي، ها؟ طب ما اقول لك ايه؟ يا عاملي المصنع اجتهدوا. خدت بالك من حاجه وخدت بالك من حاجه؟ المنادى هنا ما فيهوش ولا الف ولام ولا تنوين، تمام؟ ولا الف ولام ولا تنوين ولا يه ونون. احط نقطه ما يكونيش جمله. العلم اجتهد؟ لا. طب هنا احط نقطه المصنع اجتهدوا؟ لا، ما كونيش جمله. طالما ما كونيش جمله يبقى نوع المنادى بتاعي ايه يا جماعه؟ مضاف، زي ما حضرتك شفت. لان هنا يا جماعه في قاعده عندي في المنادى المضاف انه لا ياتي في اخره حرف ايه؟ النون. لا ياتي في اخره حرف ايه؟ النون. اتفقنا يا شباب؟ يبقى المنادى المضاف اول حاله فيه حضرتك منادى ما فيهوش الف ولام ولا تنوين ولا ياء ونون، ما بيكونش جمله بعديه. تاني حاله
ان المنادى هيبقى اسم انسان مكون من مقطع عين. ثالث حاله ان المنادى هيبقى اخره ياء سواء مثنى او جمع ومفيش في اخره نون، عشان المنادى مضاف مفيش في اخره ايه؟ نون. قال لك الحاله اللي بعديها يا شباب ان المنادى بتاعنا هيبقى ماله بقى؟ قال لك الحاله اللي زي اللي انا بكلمك فيها دلوقتي دي عايزه فكر شويه. ايه الفكر بقى؟ قال لك ان يكون المنادى اللي عندي يا شباب اخره ضمير. اخره ايه؟ ضمير. اما اقول لك ايه؟ يا مصرنا يا وطننا يا وطني. ايه اللي حصل؟ لو خدتي بالك اخره ضمير، اخره ضمير، اخره ضمير يبقى نوعه ايه يا جماعه؟ مضاف. طالما اخره ضمير يبقى نوعه ايه؟ مضاف. يبقى كده انا خدت 4 حالات من حالات المنادى ايه؟ المضاف. واختصار الكلام ان المنادى المضاف دائما يكون ماله يا جماعه؟ منصوب دايما. منصوب ايه يا شباب؟ دايما. تمام؟ منصوب بالفتحه ومنصوب بايه؟ بالياء. وممكن يكون عادي جدا منصوب بالكسره. تمام؟ لو في حاله جمع المؤنث ايه؟ السالم. اتمنى من ربنا تكون وصلت لكم الفكره بتاعت المنادى المعرب. ولو حد عنده اي اسئله ان شاء الله هنرد على رسائل الصفحه. اديني في اللغه العربيه. عايزك تبقى جاهز كده اول باول، هننزل لك مقتطفات اول باول كده نلم فيها الدنيا ان شاء الله على خير. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين ورمضانكم كريم، وكل سنه واحنا كلنا بالف خير وعافيه يا رب. السلام عليكم.